تعالى أقولك على أسرع وصفة سناكس ممكن تحضريها لأولادك. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عندي هنا نص كيلو من الترمس ده حلو طبعا، لأنه فيه نوعين، فيه مر وفيه حلو. هروح الأول على الحوض، أبدأ أغسل الترمس بتاعنا، وبعد كده ببدأ أملى البولة عليه مية، وأحط كمية حلوة قوي من المية. طبعا غطيته بكمية كبيرة من المية، بسيبه لحد الصبح، يعني لمدة 10 ساعات 12 ساعة، لحد طبعا لما بيتضاعف حجمه بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله كمية ضعفت. في المرحلة دي ببدأ أصفيه من المية اللي هو فيها، وأحطه في الحلة، وأحط عليه كمية كويسة من المية، وببدأ أرفعه على البوتاجاز. طبعا برفعه على نار عالية جدا على البوتاجاز، ومن اول ما بيبدأ يغلي معايا بالطريقة دي 10 دقايق، وبعد كده اطفي عليه النار. ببدأ طبعا اشيل الريمة السوداء اللي انتوا شايفينها دي من وقت للتاني كل ما بلاقيها على وش الترمس، وزي ما قلت لكم بسيبه 10 دقايق على نار عالية هيغلي معايا بالطريقة دي. طبعا بعد ما عدى عليه 10 دقايق، بصوا الحباية بتاعتنا، على طول هبدأ ارفعه من على النار واحطه في الحوض وافتح عليه الحنفية. يفضل هو مسكر، بس يفضل ان تسيبيه ساعتين كاملين تحت الحنفية الأول. بعد ما المية السخنة دي بتنزل بنسيب المية عليها سرسوب صغير لمدة ساعتين، وبعد كده طبعا ببدأ أحط له الملح والحاجة بتاعته. هنا طبعا بعد ما عدى عليه ساعتين وهو تحت المية بيغير ميته. دلوقتي طبعا انا حطاه في البولة، انت بتحطيه في علبة التلاجة او اي حاجة انت هتحب تحطيها فيه وتقفلي عليه. ببدأ هنا انزل بالملح، وطبعا بنزل بكمية كويسة قوي من الملح. طبعا بدوق طعم الترمس، لو لقيته محتاج ملح بزوده. وهنا نزلت برشة من الكمون ورشة من الشطة، وبعد كده هنبدأ ننزل عليه هنا بليمونة بعصرها، وبحط القشر برضو معاه. طبعا زي ما قلت لكم دي بتحطيه كده في علبة تلاجة وبتشيليه في التلاجة، وبتطلعي على قد ما الأولاد حابين ياكلوا، لو انت عاملة كمية كبيرة. بس كده هو دي وصفة النهاردة، أتمنى بجد تجربوها. الوصفة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص، وطعمها جميل جدا. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.